احلى مكرونه هتاكليها، وبالهنا والشفا للي ياكل حاجه. بسم الله ما شاء الله، المكرونه تحفه، جوسي، تجنن، بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مكرونه بشاميل. ودي كده اللحمه المفرومه، بصل وفلفل وثوم، وهنا ملح وواحدة مرقة دجاج، توابل، فلفل، كمون، 7 بهارات. احط معلقتين سمنة حلوين كده كبار. هنا السمنة سخنت كويس، هنزل كده بالبصل اهو مرة اهو. احط بقى كده اللحمة المفرومة، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وهنزل كده بالتوابل. اللحمة المفرومة اهي هدي عليها تتشوح براحتها. هنا انا حطيت مية وعليها معلقة ملح، هتغلي كويس. وبعد كده احط كيس مكرونة كبير. المية بتغلي اهي، ادي المكرونة. ادي المكرونة اهي بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله. بصوا انا بحب يبقى فيها تكة كده، ما تكونش مستوية على الاخر، علشان كده لسه هنحطها في البشاميل. احط هنا بقى 5 معالق من الزبدة، زي ما قلنا 5 معالق من الزبدة و5 معالق من الدقيق. انا بحب شوية الدقيق يكون البشاميل يكون زيادة عشان المكرونة تبقى جوسي. زودت حوالي معلقتين او 3 دقيق، طبعا على حسب الصينية اللي بتعمليها وعلى حسب الكمية. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ريحتها تحفة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، الدقيق اهو بدأ يصفر كده. هحط كده شوية توابل، ريحتهم هتطلع، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وهنزل بقى باللبن. طبعا اللبن ما يكونش سخن، اللبن يكون بارد علشان ما يكلكعش معانا. هنزل بقى باللبن اهو. هنا بقى هحط الملح اهو. القوام بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هنحط بقى حتة كريمة حلوة كده، بسم الله ما شاء الله، تحفة. بصوا هنا البشاميل خلاص خلص. هحط حبة ميكس كده جبن، انا طفيت طبعا على البشاميل. هقلبهم كده. لو مش عايزة تحطي جبن عادي جدا ما تحطيش، بس بتخليها طعمها حلو جدا. هنا انا حطيت المكرونة اهو، احط عليها شوية بشاميل كده اهو، قلبتها كويس جدا. هحط هنا بقى اللحمة اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهي هفرد اللحمة كويس جدا، طبقة لحمة كده حلوة. هحط بقى المكرونة، هحط بقى البشاميل كده على وش المكرونة. طبعا انا بحب اكتر بشاميل جدا عشان تبقى جوسي كده، ما تبقاش يعني ماسكه في بعضها. بحب احط بقى على وشها بيضه كده، عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح، وافردها بالراحه كده عشان ما بحبش طعم البيض يبان. بحب الطعم البيض ما يبقاش باين كويس قوي يعني. هحطها بقى في الفرن. وادي المكرونه بعد ما طلعت من الفرن واستوت، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفه. طبعا هي سخنه جدا،
احلى طريقة مكرونة هتاكليها. ما تنسيش بقى تعملي لايك، كومنت وشير عشان يوصلك كل جديد.